السلام عليكم حبايبي متابعيني، إن شاء الله بصحة وعافية وين ما كنتوا. ونبدي فيديونا بالصلاة على الرسول الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حبايبي، واليوم اجيناكم بالجزء الثاني من تفريزاتنا، والتفريزة الأولى اللي هي كبة التمن. هنا عندي تمن غسلته ونقعته وضفت عليه هسه مي وخليته على نار هادئة جدا. ضفت عليه قليل من الكركم ومن الملح، خليته يتهدر تماما إلى أن يتعجن. وهنا عندي كيلو من اللحم المفروم. طبعا هنا هو الشرح ثرمناه، وهو القصاب ثرمه وكمله وجبناه. هنا حبايبي طبعا أكيد خليته على طاوة بدون زيت على نار عالية، خليته إلى أن يتحمس ويذب كل المي مالته، وضفت عليه البصل اللي بارشته ناعم، وضفت عليه التوابل، وضفت عليه قليل من الكرفس. هنا حبايبي العجينة صارت متماسكة وتخبل وتجنن. طبعا كوباية التمن ما يحتاج أي إضافة تخلين عليها، إذا ما حابة تخلين طبعا كلش طيب طعمه. وهذا التمن تمن الوجبة، تمن الحصة اللي ينطونا إياه. طبعا والله العظيم كلش طيب طعمه بالكبة، وأنا مجربته أكثر من مرة وياكم. تمن فقط، ما ضفت لا بوتيتا ولا برغل ولا جريش ولا أي شي وياه. هنا طبعا سويت كمية ما شاء الله، واللي قسم من الدوائر وقسم من الكبة الطولانية اللي حابيها انتو. طبعا هنا أنا فرزته، طبعا جمدته بالصواني وخليته بأكياس وفرزته وخليته بالمجمدة. هنا عندي التفريزة الثانية وهي كبة السراي، وهاي أول مرة راح أجربها وياكم. طبعا طلعت مو كبة ضيم، قلاص من الجريش، قلاص من البرغل الناعم، وقلاص من السميد الناعم، إضافة الكاري والكمون ورشة من الملح. طبعا أخلطهم زين وراح أضيف عليهم قلاص ونص من المي الدافي، وإذا احتاجت راح أضيف وأقولكم، وإذا ما احتاجت هم راح أقولكم. طبعا هنا اكتفيت بالقلاص ونص من المي، وغطيتها وأفتها تقريبا نص ساعة، خليتها تتماسك بحيث رجعت لقيتها تجنن وتخبل، تقول عاجنة نفسها بنفسها. طبعا هنا حبيت انه اعجنها بعد اكثر وانعمها لحتى تعطيني قوام المطاط اللي يخبل. واكيد هنا حشوتنا احنا مجهزيها. قلت لكم كيلو من اللحم انا حمسته، كبة التمن، وهنا كبة السراي، وراح اسوي لكم بعد تفريزة ثالثة من الكيلو اللحم. خير وبركة. وهنا طبعا حبايبي راح أبلش بالحشو مالت كبة السراي. أخذوها قاعدة حبايبي، كبة السراي تحب الحشوة اللي هواية، وخاصة إذا كانت الحشوة لحم، وطبعا أكيد لحم عجل، إحنا حابيها بلحم العجل. المهم هنا عندي كبة السراي، راح كل كوباية أضيف عليها من الحشوة تقريبا ملعقتين، اللي هي هذه أمامكم، هذه ملعقة كوب. وهنا الكوباية طبعا حجمها الكبير مو اللي صغيرة. المهم حبايبي هنا راح أكمل كل الكبة وراح أخليها بصواني وأخليها بالفريز إلى أن يجمدون، وبعدين راح أخليهم بأكياس وأفرزهم أخليهم بالمجمدة. التفريزة الثانية، وإحنا مسبقا الفيديو الأول كان عندي تفريز السبانغ اللي هو السبزي. طبعا والله خير من الله، صار عندي تقريبا 7 إلى 8 أكياس، وأنا اللي قدام كنت مفرزة 3 أو 4. خير من الله. المجمدة ما شاء الله انترست تفريزات، أعتقد حتى الورا العيد يكفينا هذا التفريزات. خير من الله. حبايبي حبيت أنه أتكلم وياكم اليوم عن آية من القرآن الكريم، وهي عظيمة وبركة وخير. كل الزين اللي راح يبقى يرددها أو يخليها ورد يومي بحياته. طبعا آية الكرسي اللي حاب يبدي بيها ويبلش من اليوم. إحنا عندنا أيام شعبان محددة، أيام شعبان هي بكل الأيام عادة تنقرأ، بس هنا عندنا مجربة بأيام شعبان المباركة. خير وبركة للي حاب إنه يكون عنده بيت أو رزق وفير، أو غناء إذا كان هو مرزوق يريد أكثر بالزيادة الوفيرة، أو حاجة
أي شيء أو عن الدراسة ما شاء الله للنجاح أيضا مجربة. آية الكرسي تقرونها بعدد كلش هواي، إيش قد ما تقدرون تقروها. يعني أنا مرات أوصل باليوم 30 مرة أقراها باليوم آية الكرسي، من أقعد الصبح للظهر العصر المغرب ويا الصلاة بعد الصلاة قبل الصلاة بكل وقت أقراها. والله العظيم جربتها وخلال هذه الأيام المباركة. وعندكم وقت منا رمضان، بعد عندنا شهر شعبان خير وبركة، وتلحقون أن تقروها واطلبوا حاجتكم من الله سبحانه وتعالى. وكل آياتنا وكل صورنا بالقرآن الكريم هي خير وبركة. حبايبي اللي حاب أيضا يقرأ سورة الفتح، وأنا قبل فترة أيضا حكيت لكم عنها، خير وبركة والله العظيم، فتحت لنا أبواب الخير والرزق ما شاء الله تبارك الله. حتى لو تقروها بالأسبوع مرة. أنا كنت مستمرة عليها يوميا بعد صلاة المغرب أقرأ سورة الفتح وأقرأ سورة الواقعة. وأني هسه الورد اليومي مالتي هو سورة الإخلاص وآية الكرسي وسورة الفتح وسورة الواقعة، غير إنه الصلاة على الرسول الكريم والاستغفار، هذا عندي ورد يومي. حبايبي هنا جهزت الكبة وراح أخليها تجمد، وأكيد راح أخليها بأكياس وأفرزها بالمجمدة. جينا للطبخة الثالثة والتفريزة الثالثة. خليت هنا قلاصين من المي وملعقتين زيت، يعني كل قلاص مي ملعقة زيت. وهنا عندنا ملعقة كوب من الملح، وراح أضيف عليهم قلاصين من الطحين الأبيض الصفر. طبعا البورق يجنن ويخبل الطحين الصفر، راح يطلع هش ومقرمش بنفس الوقت. هنا لميت العجينة، طفيت النار على السريع ولميت العجينة وقاعدة أعجن بيها إلى أن تكون ناعمة. هنا عجنتها ما شاء الله ملمسها ناعم وحلو مطاطي. راح أغطيها بكيس من النايلون لأخليها شوية ترتاح. وبعد عدنا من الحشوة اللي بقت ويانا، قلت لكم الكيلو خير وبركة. واني هي الحشوة بس لحم وبصل وكرفس اللي انتو شفتوه، وأكيد البهارات اللي هي إنه بصرة المطحونة، قليل من الكركم، قليل من الكاري، قليل من الفلفل الحار إذا حابين تخلوه أيضا. هذه البهارات ظلت يمكم. واللي عندها قالب مثل هذا القالب أو الدائري أو المثلث أو المستطيل، هواي قوالب، اللي حابة راح تكون أسرع إلى بتشكيل هذه شكل البورق، أو بديكم بعد أفضل بكيفكم هماتينه مثل لفة الضفيرة راح تلفوها. طبعا هذا القالب ما شاء الله كل سريع وما أخذت من عندي وقت أبدا أبدا. وهنا طبعا عجينتنا كلش حلوة وناعمة وسلسة بنفس الوقت. وهنا حبايبي حبيت إنه أقولكم اللي وصل وياي هنا هذه اللقطة الحلوة الجميلة من البورق الشهي، ما ينسى اللايك ويفعل الجرس إذا ما فعله، وإذا ما مشترك خليه يشترك، وتعليق حلو من إيديكم الحلوة. وأكيد حبايبي ما راح أنساكم، راح أقلي قليل من البورق كم قطعة وراح أعرضكم إياه شلون حلو يجنن ومقرمش ويخبل. والله العظيم يطقطق يطقطق يجنن، وطعمه كلش طيب بدون إضافة لا نشا ولا أي شيء. وأكيد سهمكم ألف ألف عافية. وأستودعكم بالله حبايبي، مع ألف سلامة.